مرة كنت في محل، لقيت تيشيرت عجبني جدا، كان سعره 199 ريال، وبدون تفكير قلت لنفسي حلو ده، يعني أقل من 200 ريال. بس بعدها فكرت، هو الفرق بين ال 199 ريال وال 200 ريال هو ريال واحد بس، ليه حسيت إن الرقم الأول أرخص بكتير؟ هنا بقى السر في واحدة من أقدم وأقوى الخدع التسويقية، ألا وهي The Power of Nine، أو تأثير الرقم 9. في تجربة مشهورة الباحثين جربوا بيع نفس المنتج بس بثلاث أسعار مختلفة على فترات مختلفة: 34 دولار، 39 دولار، 44 دولار. الغريب إن أكتر سعر حقق مبيعات كان 39 دولار، رغم إنه مش الأرخص أصلا، لكن مجرد وجود الرقم 9 خلاه يبدو وكأنه صفقة ممتازة للعملاء. العلماء اكتشفوا ان عقلنا بيقرا الارقام من اليسار لليمين، ولما يشوف 199 ريال بيترجمها فورا على انها 100 وحاجه، مش 200 ابدا. طيب، هو ازاي الشركات بتستخدم الخدعه دي او الحيل دي؟ اولا، كل الاسعار هتلاقيها تقريبا بتنتهي بالرقم 9، سواء في السوبر ماركت، محلات الملابس، المطاعم، كل الاماكن دي. بعض الشركات بتحط سعر 9 علشان توصل احساس مختلف، وبعضهم اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي، وبعضهم ما بيحطش السعر 9 علشان يوصل احساس مختلف تماما، زي مثلا الساعات الفاخره او البراندات العاليه. بيفضلوا ان هم ما يحطوش السعر 9، بيحطوا رقم كامل على بعضه زي 5000، 10000، لانهم هنا مش عايزين يبانوا انهم في متناول اصلا لاي حد، بل عايزين يخلقوا لنفسهم صوره افخم وارقى، ان مش اي حد يشتريهم، وانهم مش عاوزين يبانوا ان هم في المتناول اصلا. طيب، ازاي نتجنب الخدعه دي؟ اولا، حاول تبص على السعر بعد التقريب، مش الرقم الاول بس. يعني ال 199 هي 200، مش 100 وحاجه. لو بتشتري حاجه الحاجه دي غاليه، اسال نفسك هل الفرق فعلا كبير ولا مجرد وهم نفسي. 3، ما تنخدعش بالعرض المؤقت، لانه معظمها في الغالب مخططه من البدايه عشان تخليك تشتري الحاجه وتزقك لكده من غير ما تفكر. الشركات عارفه ازاي تلعب على دماغك، لكن دلوقتي انت كمان عارف اللعبه. سلام.